السلام عليكم ورحمة الله ورمضان مبارك كريم على كل الأمة الإسلامية. واليوم إن شاء الله لدينا نزال رهيب جدا انتهى بالضربة القاضية، وكانت المعركة ملحمية بكل المقاييس. وجمع هذا النزال ما بين المغربي مهند لاطمي وخصمه التايلاندي كوتكوس المغربي من مدينة أكادير. وأحيي كل شخص في هذه المدينة. والآن قبل أن نشاهد هذا النزال أتمنى منكم أن تدعموا المقطع بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. وبدون إطالة فلنبدأ. موروكو مواي تاي تشامبيون بالفايتر بايم. إذن المغرب لديه العديد من الإنجازات، إذن يستحق مقطع في قناتي الرسمية إن شاء الله يا شباب. سوف أضع عليه مقطع ربما في رمضان، وسوف ننصفه إن شاء الله في أحد المقاطع. الآن المغربي يركل والخصم أيضا يرد، وهذه معركة المواي تاي. الملاكمة التايلاندية لكمات قوية من البداية. الخصم صلب ويلقي قذائف قوية صراحة بلكماته. إذن المغربي يمسك بقدم التايلاندي. هذا الإمساك يجوز في المواي تاي، يعني لما تشك للحكم. إمساك آخر. التايلاندي يلكم بقوة والمغربي يرد عليه. معركة فيها ندية كبيرة. يا الله، المغربي صلب ما شاء الله صراحة. جاب جيدة من المغربي. يا الله، الخصم لا يعطيه حتى الفرصة، لكن المغربي مهند يلعب يعني بثبات كبير صراحة، رغم أن هجمات الخصم خطيرة. البو في وجه المغربي، الكوع وركلات. مع ذلك المغربي يظهر صلابة كبيرة صراحة. هذه النوعية من النزالات لا نراها حتى في المنظمات الكبيرة يا إخوان، قسما بالله. في المنظمات الكبيرة ترى تحفظ كبير، تركيز عالي من المغربي مهند، ركلات عديدة. كسكس. الباو قوية من المغربي، أسقطت التايلاندي. يا الله، الباو مستقيمة هذه بهذه الطريقة. صراحة المواي تاي خطيرة جدا. المغربي يدخل إليه بإلباو أخرى أو بكوع آخر، يحاول أن يصطاده. هنا لكمات عديدة من المغربي، لكن تايلاندي لا يسمح له بالاقتراب أكثر، ويحاول هو الآخر أن يرد عليه بإلباو. فرونت كيك. ركلة سفلية من المغربي ورد من التايلاندي جيد. ماي جاد، يا الله. جولة للمغربي 8-10. المغربي طبيعة الحال متفوق بنقطتين، وهذا جيد صراحة. الخصم صعب، ليس بالسهل أبدا، يعني الاثنان لا يرحمان. بوم. هنا الخصم هاجم المغربي، لكن انظروا يا الله. بوم. هنا كوع في الدقن، لكن صلابة المغربي كبيرة صراحة. الجولة الثانية الآن. الخصم لديه ركلات سريعة. خطاف يميني، وبعض اللكمات القوية من التايلاندي. صراحة يهاجم بشكل كبير التايلاندي. الحمد لله أن المغربي لديه صلابة، أما لو كان شخص آخر لسقط بالضربة القاضية من بداية النزال صراحة. هاي كيك. والمغرب الآن يتم الضغط عليه من قبل التايلاندي، لكن ذكي جدا صراحة. المغربي التصق به وأبطأ رتم الهجمة. الخصم يلقي ركلات الفرونت كيك لإبعاد المغربي أو لكي يحصد النقاط. يا الله على لكمات في بطني وجوانب بطني المغربي. كتكوت، هذا ليس كتكوت حقا، إنه متوحش. كتكوت هو الطائر الصغير ابن الدجاجة. يا
أخي، معركة ملحمية يا أخي، وكأنها معركة على بطولة العالم أو شيء من هذا القبيل. رد جيد من المغربي. الخصم لا كما هو، لكن المغربي رد عليه بريمونتادا أو بهجمات معاكسة. الآن الخصم يستهدف إسقاط آخر. الخصم كان يستهدف بطن المغربي أو كبده باللكمات، لكن المغربي قال له تعال لأريك كيف تهاجم وكيف تستغل الفرص. عندما كان يهاجم التايلاندي جوانب بطن المغربي، هنا المغربي استغل الفرصة وهاجم رأس تايلاندي بكوع قوي جدا، أطاحه أرضا وأنهاه بالضربة القاضية. صراحة أداء كبير وآي كيو عالية جدا للمغربي مهند. صراحة ما شاء الله، لدينا أبطال كثيرون صراحة. والله يعني شحال ما شفت ديال الأبطال ما كانش براسي باقي ما شفت والو. شحال ما شفت راه كنبحث كنبقاش ندخل الادوبي بريمير غادي تلف في التايم لاين، يعني بزاف ديال المونتاج، بزاف ديال الهضره، بزاف ديال المشاهدات. لكن ما شاء الله كل مره كيظهر بطل قوي ورهيب بامكانيات عاليه صراحه. هنا انظروا، هذه هي، نعطونا لقطه التي سقط فيها. هنا اعتقد بانها هجمه في العين. انظروا حتى المغربي يتلقى هجمات قوية، صلب ما شاء الله ما شاء الله. المغربي مهند رهيب، أتوقع بأن له مستقبل مشرق، غالبا سوف يتجه إلى منظمة الوان تشامبيون. والله العظيم يا شباب لم أتوقع أبدا أن أرى هذا الجنون وهذا الجماح. أداء كبير جدا، وأنا فرح لأنني أرى مثل هذه المواهب ومثل هذه الصلابة في مقاتلين. أعلم بأن المشاهدات في قناة تايلاندية لم تكن عالية، فقط 2000 على ما أظن، لأن مواطنهم سقط بالضربة القاضية. كيف يعقل أن يشاهدها الناس؟ فطبيعة الحال في المغرب سوف تكون المشاهدات جيدة لأن مواطنهم فاز على التايلاندي بالضربة القاضية. هذا ما عندي يا شباب في هذا المقطع، وغالبا إن شاء الله سوف أضع عنه مقطع خاص هذا المقاتل، لأن عندي الكثير من المقاتلين يعني في القائمة سوف أتكلم عنهم إن شاء الله، من بينهم الأسطورة نازوكاوا الذي لم ينهزم قط في عالم الكيك بوكسينج، وسوف نتكلم عن قصته من جميع الجوانب. المهم يا شباب، أتمنى أن يكون هذا المقطع قد نال إعجابكم، وأتمنى أن تدعموه بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. كان معكم أخوكم محمد المحسني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله.